طالع دلوقتي قلت ادخل على اليوتيوب بتاعي واشوف اي حد كان سائل سؤال هرد عليه دلوقتي على اللايف عشان برضو نستفاد كلنا. واللي عايز يسأل اي سؤال برضو انا معاه وهرد عليه دلوقتي. انا جمعت كام سؤال كده من الاسئلة اللي كنتوا بتسألوها على اليوتيوب، على الفيديوهات اللي كنت بنزلها، وهرد عليها دلوقتي. سؤال فيديو تعليم الكرول، حد بيسألني بيقول هل في فرق بين سباحة الكرول والسباحة الحرة؟ بصوا، هو سباحة الكرول هي سباحة الحرة، بنقول هنعوم سباحة كرول أو هنعوم الحر عادي، دي. ده أول سؤال معانا. في حد تاني كان بيسأل في الفيديو بتاع مهارات الإنقاذ، كابتن الأخطاء الشائعة في الإنقاذ إيه هي؟ وبالنسبة للأخطاء الكتير اللي هي بتقع فيها الناس اللي هي لسه بتتعلم جديد الإنقاذ وإن هي إزاي تنقذ حد، أول حاجة لما بيجي ينزل عشان ينقذ غريق بيدخل عليه في وشه. أنا لما حد بيغرق المفروض لما أجي أدخل عليه في وشه ده غلط، ما ينفعش. أنا لو دخلت عليه في وشه الغريق اللي قدامي هو مش شايف حاجة قدامه، هو عايز يمسك في أي حاجة عشان يطلع، عشان خلاص هو بيشرب في مية، بالتالي ما ينفعش إن أنا أدخل في وشه كده على طول، لان لو مسك فيا خلاص كده، لو كلبش فيا انا مش هعرف افك نفسي منه. هو هيحاول يمسك فيا علشان اطلع لفوق، عشان هو يطلع لفوق عشان يقدر ياخد نفسه تاني، فبالتالي هو هيغرقني معاه. وكمان لو كان الغريق عنده حالة هيجان، لو مسك فيك مش هيسيبك بالسلامة، يعني انت كده انت وهو غرقتوا، فاحنا ما استفدناش حاجة. اول حاجة لما بنيجي ننزل عشان ننقذ الغريق، ما ينفعش ننزل نبقى في وشه، ما احنا شفناه خلاص تمام نط، هشتغل هيد اب، ما ينفعش اعوم كرول وشي يبقى في الميه، لان الغريق لو نزل مني تحت بل ما اوصل له هطلع ابص مش هلاقيه. احنا لازم نعوم هيد اب، نعوم كرول عادي بس وشي فوق، عيني دي وانا نازل على الغريق ما بتروحش لا كده ولا كده، لا انا عيني عليه. قبل ما اوصل له ب2 متر او بمتر ونص بالظبط بنزل اسقاط عمودي لتحت، تمام، وبحاول انزل تحت امسك وسطه، الفه واروح ماسكه من ورا كده. الماسكه بتاعتنا بتاعت الغريب في كذا ماسكه، ممكن نمسكه من هنا كده، مينفعش نمسكه من هنا عشان زوره، نمسكه من هنا كده وبنرفع بقه فوق، نفسه بيكون فوق الميه. نحاول نشتغل باك بريست او ممكن نشتغل سايد، ممكن نمسكه برضو من على الجنب، بس اهم حاجه وشه يبقى فوق. لقينا الغريق هايج كده في الميه وتحاول انت تنقذه بس هو عايز ياخد نفسه ومش قادر، حاول ان هو يفرفص منك، لا انا بحاول بقى ازعق فيه، اهدى خلاص انا معاك، حاول ازعق فيه بحيث ان انا اقول له ان انا معاك، انا بنقذك. بالنسبه للاخطاء بتاع الانقاذ، تاني خطأ في الانقاذ، اكون ماسكه وانا بشده، انا بنقذه بس مش مركز ان بقه ده او وشه ده في الميه او فوق، ممكن يكون مثلا مغمى عليه، خلاص هو شرب ميه كتير واغمى عليه وانا بنقذه بشده، بقه ده فوق ولا لا، وشه فوق ولا لا، بالتالي هو لسه بيشرب في ميه، فانت ممكن بدل ما بتنقذه بتموته. ندخل على السؤال اللي بعده، كم من وقت ممكن راح اتعلم يعني ممكن اتعلم امتى، في مدة قد ايه؟ السؤال ده ما ينفعش افيدك فيه، لان في حاجة اسمها فروق فردية. الفروق الفردية دي يعني انا مثلا ممكن انزل اتعلم المهارة في يوم، ممكن في حصة واحدة انزل اتعلمها على طول. واحد تاني برضو نفس السن نفس كل حاجة، بس هو مثلا ممكن استيعابه في التعليم ممكن يتعلمها في يومين، واحد تاني يتعلمها في اسبوع، فهي دي في حاجة اسمها فروق فردية. مينفعش افيدك اقولك انت هتتعلم السباحة مثلا في اسبوع، تتعلم السباحة في شهر، لا مفيش الكلام ده. ندخل على السؤال اللي بعده، كنت منزل فيديو تعليم الترن اللي هو الدوران في السباحة، حد بيسألني قول لي هو ازاي اعمل الترن وانا ما بعرفش اعمل شقلبة في الارض. اصلا من خطوات تعليم الترن في السباحات هو كل سباحة وليها ترن، في الترن المقفول، الدوران المقفول والدوران المفتوح. هو بيسأل بيقول ازاي اتعلم الترن ده وانا ما بعرفش اعمله بره. بداية ان انت عشان تعرف تعمل الترن في المية لازم تتعلمه فوق الاول، انت لو عملته فوق هيكون سهل عليك ان انت تطبقه في المية. دي الخطوة الاولى اصلا، عشان تعرف تعمل الترن لازم تعمله بره الاول على الارض. سؤال تاني بيقول كابتن ما سبب لبس شورت ضيق، هل بيساعد في الانسيابية او بيضغط على العضلات؟ ولك الشكر. حد بيسأل بيقول هو لبس المايوت ضيق بيفرق في السباحة؟ بص يا كابتن، هو بيفرق في السباحة لو انت داخل ايفنت، لو انت داخل سباق سباحين، دي بتلبس مايوهات بتكون ماركة، تكون
قافلة على الجسم جامد، انها بتفرق في جزء من الثانية اصلا. دي ممكن تكسر جزء من الثانية في الايفنت بتاعه، في السباق بتاعه. انما لو واحد لسه مبتدئ مثلا، لا مش بتفرق في حاجة. ممكن تلبس شورت بحر عادي، ممكن تلبس مايو عادي، انت لسه بتتعلم. في سؤال بيقول معلش سؤال، اقدر اعمل التمارين دي او السباحة دي في البحر مع الامواج او لا؟ ده كومنت في الفيديو بتاع الوقوف في المية. بصوا طيب، هو ان انت تنزل تتعلم في البحر دي حاجة خطر. لازم الاول تنزل تتعلم في مسبح. في البحر انت ما تعرفش عمق البحر قد ايه، ممكن يعدي 20 30 40 متر، وانت ما بتعرفش تعوم، فبالتالي هتنزل عشان تتعلم هتموت، هتغرق، ده الطبيعي يعني. لازم تتعلم الاول في حمام السباحة. لو مفيش مثلا، مش متوفر عندك حمام سباحة، شغلك مثلا في البحر، انا ما عنديش وقت ان انا اتعلم في حمام سباحة، لا عايز تتعلم في بحر مثلا، معاك لايف جاكيت تكون لابسه امان ليك. لازم يكون معاك كابتن او حد محترف كويس يعرف ينقذ كويس، مثلا لو حصل حاجة تعبت مش عارف ايه، يقدر يطلعك تمام، مفيهاش مشكلة. برضو في الفيديو بتاع الوقوف في المية كان في حد بيسأل بيقول لو واحد عنده بتر في رجله او شلل يعمل كده ازاي؟ يعني واحد عنده، ربنا يعافينا ويعافيكم، عنده بتر او عنده شلل في رجله ما بيقدرش يحركها، الوقوف في المية لازم تحرك رجلك وايدك، فهيعملها ازاي؟ ده السؤال. الرد على السؤال ده، هو ممكن ما يحركش رجله عادي، ممكن احرك ايدي بس بحيث ان انا اعرف اخد نفسي فوق، ده طبيعي ما فيهاش مشكلة. اصلا في ناس بتوصل لمرحلة تبقى واقفة، لا بتحرك رجلها ولا ايديها ووشها فوق المية. دي مرحلة من المراحل اللي هو انا خلاص وصلت ان انا جسمي اتعود على المية خلاص، بالتالي انا من غير ما احرك ايدي ولا رجلي هعرف ارفع وشي فوق المية، خلاص انا جسمي اتعود على المية جامد، سبت نفسي للمية. بس دي بعد بقى مرحلة متطورة. فهو مثلا لو حد لسه هيتعلم وعنده بتر، هو ممكن يبدأ بحركات ايده، اشتغل بايدي، انا رجلي ثابتة وبايدي شغال، بايدي كوعي لفوق وشغال بايدي عادي، ما فيهاش اي مشكلة. يعني يا رجلك مش هتمنعك ان انت ما تتعلمش السباحة، لا هتتعلم عادي، ممكن تعوم اصلا برضو لو رجلك فيها مشكلة. في بطولات كتير لذوي الاحتياجات الخاصة بيبقى بتر نص كده جسمه اللي بينزل عادي، ينزل بطولات متنظمة. الناس دي اتعلمت ازاي؟